في مصر في اقتصاد كامل عايش في الضلمة، ولو اختفى يوم واحد بس البلد كلها هتقع. تخيل كده انك صاحي الصبح رايح تجيب فطار من تحت البيت، وبتشتري من عربية فول مش مرخصة، وبتشرب شاي من كشك مش عليه سجل تجاري، وبعدين بتركب توك توك شغال من غير لوحات، وبتعدي على ورشة بتصلح عربيات في نص الشارع، وبعدين بتقف تجيب من محل بقالة ازازة مية، وفي اخر اليوم بتنزل تقعد على القهوة عادي، وبتروح تلعب بلاي ستيشن كمان مع صحابك. كل دول بيكسبوا وبيبيعوا وبيشتروا، بس ولا واحد منهم بيدفع ضريبة واحدة للدولة. طب الفلوس دي بتروح فين؟ ومين بيحسبها؟ وليه الدولة أصلا سايبة كل ده بيحصل؟ الجواب هنا ببساطة هو الاقتصاد الموازي. اقتصاد حقيقي وشغال كل يوم، بس مفيش حد شايفه على الورق، وعلى فكرة بيضم ملايين المصريين. في الحلقة دي احنا هنمشي مع بعض خط بخط من أول ما الاقتصاد ده اتولد لحد ما بقى أضخم من الاقتصاد الرسمي نفسه. احنا النهاردة هنحكي حكاية في 3 عصور، من أول عبد الناصر لحد السادات لحد مبارك، وهنفهم مع بعض ازاي الدولة نفسها بقت جزء من اللعبة دي. في سنة 1952 مصر كلها كانت بتتنفس بداية جديدة. الملك فاروق مشي، البلد كانت ماشية على مبدأ الملكية للشعب والربح للدولة. بس في الحقيقة اللي حصل، عبد الناصر كان شايف ان الرأسمالية هي سبب الظلم، فعمل قرارات التأميم سنة 61 وخد فيها كل حاجة، المصانع، الشركات، المطابع، وحتى السينمات. تخيل معايا صاحب مصنع غزل في شبرا بقاله 20 سنة بيشتغل، بيصحى يلاقي المصنع بقى ملك الدولة، وهو نفسه بقى موظف عندها، بياخد مرتب ثابت وممنوع يقرر يبيع أو يشتري أي حاجة. الناس خافت من بكرة، وخافت على فلوسها، وخافت من كلمة تأميم اللي بقت شبه اللعنة، وبقى صوت الناس يا عمي خبي القرشين اللي عندك محدش عارف بكرة فيه ايه. وهنا بقى بدأ الاقتصاد التاني يتكون من غير ما اي حد يقصد. اللي كان عنده مخزون في المخازن ما بقاش يقول عليه للدولة، واللي كان عنده ورشة صغيرة بقى بيقفلها رسميا ويكمل شغله في بيت واحد صاحبه، واللي كان بيستورد قطع غيار بقى يخبيها ويروح يبيعها في السوق السوداء. وبدأت تتكون شبكة من البائعين والموردين بيشتغلوا كلهم في السر، مش طمع بس ده خوف. الخوف من النظام خلاهم يخلقوا نظام تاني موازي. لكن في سنة 56 مصر دخلت حرب السويس. ساعتها البلد كانت محاصرة، البترول قل والسلع اختفت والاستيراد وقف. الناس كانت محتاجة الأكل، بس السوق الرسمي ما كانش مكفي، فبدأ هنا يظهر سوق تاني. السكر بيتباع في العتمة، والسجاير بقت بتتباع بضعف السعر، والقمح بقى بيتخزن في بيوت التجار، واللي كان عنده حاجة بقى بيبيعها برقم هو اللي يحدده مش الحكومة. عبد الناصر حاول يقفل السوق السوداء وأصدر قوانين ورفع غرامات، لكن كل مرة كانت الحرب السياسية والاقتصادية بتفتح باب جديد. في بداية الستينات مصر دخلت حرب اليمن سنة 62. الحرب دي أكلت ميزانية البلد وخلت الحكومة تستورد بالدين، والعملة الصعبة اختفت. وهنا بقى الناس رجعت تاني تتصرف، وبدأت تحويلات المصريين من الخليج تدخل بس من غير رقابة عن طريق السماسرة، وبدأ الذهب يتخزن في البيوت بدل البنوك. حتى بعض ضباط الجيش والتجار الكبار دخلوا اللعبة دي بس في الخفة علشان يوفروا احتياجات البلد وبرضه علشان يحموا نفسهم. وفي سنة 67 النكسة حصلت والبلد كلها وقعت اقتصاديا. المصانع وقفت والاستيراد اتشل والعملة بقت شبه ورق. الدولة ركزت على إعادة بناء الجيش، بس السوق ركز على إنه لازم يعيش. الناس بدأت تبيع وتشتري بعيد عن الدولة تماما.
سوق العتبة بقى فيه كل حاجة من تحت الترابيزة، والتهريب زاد. والسماسرة بقى ليهم كلمة أكبر من الحكومة نفسها. الدولة وقتها كانت بتحارب في سينا، بس السوق كان بيحارب في كل شارع. عبد الناصر في آخر سنينه كان عارف إن في اقتصاد تاني بيجري تحت رجليه، بس ما قدرش يقفله ولا يوقفه، لأن ببساطة هو اللي كان بيغذي الناس. البلد كانت عايشة على التموين، بس السوق الموازي كان بيكمل الناقص للناس، بس من غيره ما كانش الأكل هيوصل. يعني بمعنى تاني، الدولة كانت بتحارب السوق الموازي وفي نفس الوقت برضه بتعتمد عليه. الاقتصاد الموازي في عهد عبد الناصر ما كانش سبوبة، ده كان ردة فعل على خوف وعلى سياسات اتبنت على فكرة السيطرة المطلقة. الخوف خلى الناس تخبي فلوسها، والحروب خلتهم يخترعوا طرق ازاي يعيشوا بيها، لحد اما اتكون اول اقتصاد في الضلمة. اقتصاد اتولد من الخوف وكبر من الحاجة، وبقى ليه خيوط محدش قادر يقطعها لحد النهارده. تخيل معايا كده، البلد طالعه من نكسة 67، الناس محبطه والجيش محطم والجيب نفسه فاضي، واللي كان تحت البلاطه في زمن عبد الناصر دلوقتي بقى هو اللي بيحرك السوق كله. وفجأة بيطلع راجل اسمه أنور السادات يقف في مجلس الأمة ويرمي جملة واحدة هزت الدنيا كلها: هندخل عصر الانفتاح الاقتصادي. الناس فرحت، قالوا خلاص بقى الرخا جاي والدنيا هتظبط. بس محدش كان عارف ان الانفتاح ده هو اللي هيخلي الاقتصاد الموازي يكبر ويبقى نظام حياة. بعد وفاة عبد الناصر سنة 70، السادات استلم بلد مكبلة بالديون وسوق نايم وشعب خلاص فقد الأمل. الراجل كان عايز يغير الصورة دي كلها، فقال لك نفتح الباب للاقتصاد وللسوق وللعالم كله. بس الباب ده لما اتفتح ما دخلوش بس المستثمرين، دخل كمان التجار الجداد والسماسرة والمضاربين. اللي كان بيبيع في الخفا ايام عبد الناصر دلوقتي بقى بيبيع في النور بس من غير رقابة، واللي كان بيخاف من الحكومة بقى عنده واسطة في الحكومة. السادات قال البلد محتاجة رأس مال أجنبي، وفعلا السادات عمل قوانين الانفتاح سنة 74، بس بدل ما رأس المال الأجنبي يدخل المصانع دخل في استيراد عربيات وأجهزة ولبس أوروبي. والناس اللي كانت شغالة في الاقتصاد الموازي زمان بقى هم نفسهم اللي ماسكين السوق، بس المرة دي ببدل شيك وكرافتات. وظهر جيل جديد اسمه أولاد الانفتاح، ناس شطار جدا في الفهلوة أكتر من الاقتصاد، يروحوا يجيبوا بضاعة من بره ويبيعوها جوه بضعف السعر ويسيبوا الصناعة نفسها تموت. في زمن السادات المصانع اللي كانت شغالة أيام عبد الناصر بدأت تتعب، العمال بقوا بيدوروا على شغل تاني، والفلوس بقت في التجارة مش في الإنتاج. والمضحك المبكي إن الحكومة نفسها شجعت ده من غير ما تحس. بالمساعدات الأمريكية وسياسة الباب المفتوح اتحول الاقتصاد المصري من بلد بينتج لبلد مستهلك. وكل لما الناس تشتكي من الأسعار يطلع لك صوت في التلفزيون يقول لك يا عم ده تمن الحرية الاقتصادية. بس الحقيقة ان الحرية دي كانت بتخدم فئة صغيرة جدا جدا، وبدأت تخلق جدار بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. وبعد حرب اكتوبر 73 بدأت فلوس جديدة تدخل البلد، تحويلات المصريين اللي سافروا للخليج واستثمار في شقق وذهب وتجارة. بس بدل ما الفلوس دي تدخل البنوك الرسمية دخلت للسوق الموازي. الناس ما عادتش بتثق في الدولة ولا في الجنيه اللي قيمته كل شوية بقت بتقل، فبدأ من هنا شبكات كاملة بتتكون بره النظام، سماسرة وتجار عملة وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وشركات كمان بتحول من غير إذن البنك المركزي. الاقتصاد الموازي بقى عنده شرايين حقيقية بتغذي البلد من جوه بس بره عين الحكومة. في سنة 1977 السادات قرر يرفع الدعم عن السلع الأساسية. الناس صحيت الصبح لقت العيش والسكر كل حاجة زادت الضعف، نزلوا الشارع والبلد كلها ولعت، واللي كان ساكت بدأ يتكلم.
فين يا عم الانفتاح اللي وعدتونا بيه؟ الناس اكتشفت ان الانفتاح كان للغني بس، اما الفقير فبقى مربوط ما بين الاسعار والرواتب. اللي حصل في الانتفاضة دي كان رسالة واضحة ان الاقتصاد الرسمي مش قادر يسد رمق الناس، وان الاقتصاد الموازي بقى هو الملجأ الوحيد للأغلبية. الغريب ان في اواخر السبعينات الدولة نفسها بدأت تتكيف مع الوضع، يعني الحكومة بقت بتسكت عن السوق السوداء للعملة وتسيب ناس معينة تشتغل بالمزاج. الكل كان عارف ان السوق الموازي بقى اقوى من البنوك نفسها، بس مفيش حد عايز يواجه الحقيقة. الاقتصاد الموازي اتحول من خطر لضرورة ومن عيب لواقع بنعيشه. الناس كانت فاكرة السادات لما قال انفتاح هيفتح باب الرزق، لكن اللي اتفتح كان باب تاني خالص، باب الاقتصاد اللي ما بيتقفلش. اقتصاد ماشي في الشوارع، في البيوت، في الجيوب، مش في الورق الرسمي. الاقتصاد الموازي خرج من تحت الأرض وبقى هو الأرض نفسها. الدولة نفسها بقت بتمشي وراه بدل ما تمشي قدامه. ومن هنا يا صديقي بدأ الوحش يكبر أكتر وأكتر، لحد ما دخلنا في زمن جديد، زمن حسني مبارك، اللي بقى الاقتصاد الموازي فيه امبراطورية. تخيل معايا البلد داخله على الثمانينات والحرب خلصت والسادات اتقتل والناس كلها تايهه وواقفه بتسال هو ايه اللي بيحصل ومين اللي ماسك اللعبه، وفي النص بيطلع راجل هادي بيبتسم وبيتكلم بنعومه، بس جوه عقله بيرسم خريطه بلد كامله. الراجل ده هو حسني مبارك. الناس في الاول حبوه، بس اللي محدش كان واخد باله منه ان الهدوء ده كان بيخبي وراه أكبر شبكة اقتصاد موازي اتبنت في تاريخ مصر كلها. في أول الثمانينات مبارك كان عايز يثبت إن البلد فعلا مستقرة، مفيش حروب ولا في قرارات صادمة، لكن في المقابل ما كانش فيه شغل حقيقي. الدولة بدأت تتقلص واحدة واحدة، والقطاع العام اللي بناه عبد الناصر بدأ ينهار، والانفتاح بتاع السادات لسه سايب أثره. الناس خلاص فقدت الثقة في الحكومة، الكل بقى بيدور على رزقه بنفسه. ناس بدأت تستورد من تحت لتحت، وناس بتفتح مصانع صغيرة من غير ترخيص، والشركات بتحول فلوس من الخليج على طول للجيوب في مصر. سنة 1991 الحكومة وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقالوا هنعمل إصلاح اقتصادي. الكلمة نفسها شكلها حلو، لكن معناها الحقيقي هو بيع القطاع العام. المصانع القديمة اتقفلت والعمال اللي كانوا فيها راحوا فين؟ اتسرحوا، والشركات الكبيرة اتباعت برخص التراب. اللي حصل وقتها خلق نوع جديد من الناس، رجال أعمال النظام. هم ناس عندهم علاقات، بياخدوا الأراضي ببلاش وبيستوردوا بضايع من بره وبيكسبوا ملايين الملايين من غير ما يدفعوا أي ضرائب. أما المواطن البسيط بدأ يشتغل معاهم في الضلمة، في مشاريع صغيرة أو تجارة من غير سجل. كله بقى بيكسب على جنب. الاقتصاد الموازي بقى هو أمان الناس. الحتة دي كانت نار. التسعينات شهدت انفجار السوق السوداء في الدولار. الناس كانت بتخزن العملة الصعبة في البيوت، وظهرت مكاتب تغيير للعملة بره البنوك، وفي ناس بقت بتعمل ده علني، عيني عينك، تجار كبار وليهم علاقات برجال الأمن. والغريب إن الحكومة كانت عارفة وساكتة. ليه؟ علشان كانت محتاجة إن السوق الاقتصادي الموازي يشتغل ويفضل مكمل، والفلوس نفسها تفضل تتحرك. بقى الاقتصاد الموازي هو نفسه اللي بغذي الاقتصاد الرسمي، والدولة نفسها بقت بتستلف منه من غير ما تقول. في التسعينيات وأوائل الألفينيات الاقتصاد الموازي بقى منظومة كاملة. في ناس بتشتغل في الذهب، وناس بتشتغل في العقارات، وناس بتشتغل في الاستيراد، وكل ده بره عين الضرايب والبنوك. وهنا ظهر نوع جديد من الفساد، وهو الفساد المقنن. يعني المسؤول عارف ان في تجاوز بس مفيش مشكلة طالما ان الكل مستفاد. وبقت القاعدة في البلد كلها كده: اعمل اللي انت عايزه بس بالله عليك يا اخي ما توجع دماغنا. وكل الناس بقت فاهمة اللعبة، لو اشتغلت بالقانون هتتعب، ولو اشتغلت بطريقتك هتعيش مرتاح.
الاقتصاد الموازي بقى موجود في كل بيت، من اول الست اللي بتبيع في الشارع لحد رجل الاعمال اللي بيخرج ملايين بره مصر. بقى موجود دولة على الورق ودولة تانية بتشتغل فعليا. الاقتصاد الرسمي بيطلع في التقارير، بس اللي بيحرك الشارع فعلا هو الاقتصاد الموازي. مبارك نفسه كان فاهم كل ده وعارف ان المواجهة مع الاقتصاد الموازي معناها فوضى، فقرر انه يسيب الكل يعيش طالما ان مفيش حد قادر ان هو يكسر الخطوط الحمراء. لكن اللي مبارك ما حسبوش ان الوحش اللي هو رباه كبر وبقى اقوى من الدولة نفسها. شبكات تهريب، تجارة سلاح، تجارة اعضاء، وكل ده ماشي باسم الاستقرار. وفي نهاية حكم مبارك البلد كان فيها فعلا اقتصادين، واحد بيتكتب في التقارير وواحد تاني بيتنفس من الشارع. اقتصاد الدولة بقى رسمي بس في الاسم، لكن الحقيقي كان هو تحت الترابيزة. والنتيجة لما قامت ثورة يناير 2011 الدولة نفسها وقفت واقتصاد الدولة وقف، بس الاقتصاد الموازي كمل ولا كأن في أي حاجة حصل. الناس اتغيرت، الأنظمة اتغيرت، بس الاقتصاد الموازي فضل هو اللعيب الوحيد في اللعبة كلها اللي ما بيتغيرش. وده يا صديقي اللي حصل في عصر مبارك، العصر اللي فيه الضلمة كانت أهم من النور، واللي فيه الاقتصاد الموازي بقى هو الدولة فعلا. وفي الآخر لو احنا نفسنا هنكون صريحين مع نفسنا، الاقتصاد الموازي اللي بدأ من أيام جمال عبد الناصر وكبر مع السادات وتوحش وبقى غول في عصر مبارك ما كانش مجرد اقتصاد في الضلمة، ده كان رد فعل على واقع صعب، قوانين معقدة وشغل رسمي مش قادر يشيل شعب كامل ومنتشر في كل الشوارع وفي كل الأحياء. لدرجة ان النهاردة لو الاقتصاد الموازي اختفى فجأة ملايين المصريين حرفيا هيبقوا في الشارع، أسر كاملة هتتفكك، ومشاكل البلد هتكبر بشكل مفيش حكومة في العالم هتقدر عليها. والحقيقة اللي الناس كتير مش عايزة تعترف بيها ان الاقتصاد الموازي هو اللي شايل البلد من تحت ومخليها واقفة ومكملة على رجليها لحد النهاردة. هو اللي بيكمل نقص الوظائف وبيسند الطبقة المتوسطة وبيأمن قوت يوم الناس لو الدولة نسيتها. احنا قدام واقع معقد، اقتصاد رسمي مش قادر يكفي واقتصاد موازي شايل واقوى من ان اي حد يقدر يسيطر عليه بالكامل. السؤال الحقيقي هنا، احنا هنقدر نعيش من غير الاقتصاد الموازي ده، ولا هو فعلا شريان الحياة اللي محدش عايز يعترف بوجوده؟ ولو انت وصلت لحد هنا يبقى انت فاهم اللعبة، وعلشان تكمل الرحلة معانا في فك خيوط السياسة والاقتصاد والتاريخ ما تنساش تعمل اشتراك في قناة خيوط اللعبة وتكتب في التعليقات لو بكرة الاقتصاد الموازي اتلغى يا ترى ايه هي اول حاجة ممكن تحصل في مصر؟ مستني رأيك في التعليقات، وخليك فاكر في كل أزمة دايما بيكون في خيط، واحنا هنا عشان نفك خيوط اللعبة.